السلام عليكم. قبل ما نبدا حلقة اليوم بغيت نشارك معكم واحد التعليق وصلني وبصراحة أثر فيا بزاف. كتبت لي واحدة من المتتبعات ما يلي: أسلوبك جميل جدا يتجاوز المعرفة، لديك قدرة تجعل من يستمع إليك يفهم دون أن يتعب، ويستمتع دون أن يشعر أنه يتلقى درسا. شرحك ليس مجرد نقل للمعلومة، بل فن في إيصالها. تختار كلماتك بعناية وتبسط الفكرة بذكاء، وهذا ما يجعل أسلوبك مميزا، لأن وراءه معرفة عميقة وروح تعرف كيف تصل للآخرين. بسم الله وما شاء الله. بصراحة شكرا لها بزاف، ماشي حين تمدحتني، ولكن حيت عبرت على الهدف الحقيقي اللي كنحاول نوصل ليه من نهار بديت هذه السلسله هذه. انا ما بغيتش نحفظكم الطب، بغيتكم تفهموه، وبغيتكم ملي تسمعوا شي مصطلح طبي ما يبقاش مجرد كلمه صعيبه، بغيتو يبقى في المخيله ديالكم صوره، بغيتو يبقى قصه، بغيتو يبقى مفهوم، حيت المعلومه اللي كنفهموها كتبقى معنا اكثر من المعلومه اللي غير كنحفظوها. الا تذكرتوا في الفيديو اللي فات درنا واحد الرحله من اروع الرحلات اللي ممكن تدار داخل جسم الانسان. تبعنا كيفاش كيبدا الحمل من اول رساله كيصدرها الدماغ حتى لاخر لحظه كيحاول فيها الجنين يتعلق في بطانه الرحم. وشفنا ان الحمل ماشي حدث واحد، الحمل رحله فيها محطات، وكل محطة خصها تنجح باش اللي تابعها حتى هي تنجح. اليوم ما غاديش نعاود لكم هذيك الرحلة، حيت اللي بغى يعرفها بالتفصيل غادي يلقاها في الفيديو اللي فات. اليوم غادي نديرو واحد الحاجة مختلفة. اليوم غادي نرجعوا لنفس الطريق، ولكن ما غاديش نبقاو كنتفرجوا على الرحلة، غادي نقلبوا على العراقيل. إذا كانت الحلقة اللي فاتت هي خريطة الطريق، فالحلقة ديال اليوم هي التحقيق. ما غاديش نسولو كيفاش كيدوز الحمل، لا، غادي نسولو فين كيقدر يوقف الحمل وعلاش. نتخيلوا راك كتبع واحد الرحله ديال القطار من طنجة حتى مراكش، كتشوفوا دائما كيوصلوا داكشي. واحد النهار قالوا لك راه القطار وقف، عرفتي السؤال الاول اللي غيطيح في بالك كنظن هو فين وقف. ماشي غادي تسول شنو اللون ديالو ولا شكون السائق ولا شحال فيه من عربه، غادي تسول سؤال واحد: فين توقف. وهذا هو السؤال اللي كيطرحه كل طبيب ملي كيشوف الحمل تاخر. السؤال الاول والحقيقي هو فين توقفات الرحله. يمكن تكون توقفات في الدماغ قبل ما تخرج كاع اول رساله، يمكن تكون توقفات في المبيض قبل ما تنضج البويضه، يمكن تكون توقفات في قناة فالوب ولا عند الحيوان المنوي ولا حتى من بعد الإخصاب، والنتيجة واحدة: ما وقعش حمل. ولكن راه الأسباب كتكون مختلفة تماما. واليوم غادي نمشيو محطة محطة، وفي كل محطة غادي نطرحو سؤال واحد: شنو يقدر يوقف الرحلة في هذه المحطة هذه. هكا غادي تكتشفوا أن الحمل ما كيتعطلش بسبب واحد، وإنما كيتعطل لأن حلقة واحدة من ديك السلسلة اللي هضرنا عليها تعطلات ولا تهرست. وكيف ولينا دابا عارفين، أول حلقة ماشي هي المبيض ولا الرحم ولا قناة فالو. أول حلقة كاينة في غرفة القيادة هنا في الدماغ. ومن هنا غادي نبداو أول فصل من قصة المعيقات. دابا إلا بغيت نسولكم سؤال: واش تقدر شي رحلات توقف حتى قبل ما تبدا؟ يمكن الجواب غيبان لكم غريب، ولكن هذا الشيء يقدر يوقع في جسم الانسان. بزاف ديال الناس ملي كتاخر عليهم الحمل كيبداو كيقلبوا غير المبيض، والمشكل بعض المرات ما كيكونش في المبيض نهائيا،
كيكون هنا في الدماغ. في الفيديو اللي فات شفنا ان الدماغ هو اللي كيعطي اول اشاره باش تبدا الرحله. اليوم السؤال ما بقاش كيفاش كيصدر ديك الاشاره، السؤال ولا شنو يخليه ما يصدرش هذيك الاشاره. اذا كان الدماغ هو قائد هذه الرحله هذه، فخصنا نعرفوا انه ما كيعطيش امر البدايه بطريقه عشوائيه. قبل كل رحله كيدير بحال البيلوت ديال الطياره ملي تيبغي يقلع، ما كيضغطش مباشره على الزر ديال الاقلاع، ولكن كيبدا يراجع اللوحه ديال الاشارات، واش المحركات خدامين، واش الوقود كاين، واش الطقس مناسب، واش الجو ديال الملاحه كاين، واش كاين شي انذار اخر، واش الاجهزه ديال الملاحه كلهم خدامين. الا بان ليه غير ضوء احمر واحد كيأجل الاقلاع، ماشي حيت هو ضد الرحله، ولكن لانه هو اللي مسؤول عليها. الدماغ حتى هو كيدير نفس الشيء، قبل ما يعطي ديك الاشاره باش تبدا الرحله ديال الحمل كيقرا عشرات الرسائل اللي جايه من الجسم كامل، وإلا فهم من هذه الرسائل ان الظروف ما مناسباش كيقرر يأجل الانطلاق حتى هو. المشكل هنا ماشي في المبيض، والمبيض مازال ما دار حتى شي خطأ. القرار خرج من غرفة القيادة قبل ما توصل الأوامر للمبيض. أول إنذار يقدر يوقف الرحلة هو البرولاكتين. بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي لا، راه البرولاكتين هو هرمون الرضاعة ولا هرمون الحليب. هذا راه صحيح، ولكن هاد التسمية هذه كتخبي الدور الكبير ديالو. إلا البرولاكتين طلع بزاف، الدماغ كيفهم واحد الرسالة معينة، تيفهم بأن هذا الجسم دابا راه مركز على الرضاعة، إذا الوقت ما مناسبش باش نبداو حمل جديد. ومن هنا كيقلل الإفراز ديال الجي ان ار اش، ومن بعد كينقص الإفراز ديال الاف اس اش وديال ال اش، والإباضة كتأخر وأحيانا ما كتوقعش كاع. دابا لاحظوا معايا، هذه حاجة مهمة. البرولاكتين ما هاجمش المبيض مباشرة، وما منعش المبيضة تخرج بيديه، بدل القرار ديال القائد، والقائد هو اللي وقف الانطلاق. علاش كيطلع البرولاكتين؟ غتقولوا لي الرضاعة. راه الرضاعة الطبيعية هي السبب الطبيعي، ولكن راه كاينين أسباب أخرى بحال الأورام ديال الغدة النخامية، تناول بعض الأدوية، خصوصا بعض الأدوية مضادات للذهان بسيكوز، وبعض الأدوية ديال الغثيان، وقصور الغدة الدرقية، وبعض المرات أسباب أخرى كيحددها الطبيب حسب كل حالة. شفتوا الرحلة ما وقفاتش حيت المبيض فشل، وقفات حيت غرفة القيادة توصلت برسالة خلاتها تأجل الانطلاق. ولكن البرولاكتين ماشي هو الإنذار الوحيد اللي كيقرا الدماغ. كاينه واحد الشاشة أخرى كيراقبها باستمرار حتى هي، وكتعطيه فكرة على الإيقاع العام ديال الجسم كامل. وإلا تبدل هذا الإيقاع هذا حتى قرار الانطلاق يقدر يتبدل. هذه الشاشة هذه هي الغدة الدرقية. تقدروا تقولوا لي شنو دخل الغدة الدرقية في الحمل؟ هو السؤال منطقي، يعني الغدة الدرقية ما عندهاش علاقة مباشرة لا مع المبيض لا مع الوالدة لا بالقرون، ولكن عندها علاقة مباشرة بالقائد اللي كينظم الرحلة. تخيلوا معايا دابا أنك راكب في واحد السيارة شوية والموتور ديالها ولا كيدور بواحد السرعة كثيرة زايدة، ولا العكس ولا بطيء، واش الشيفور غادي يبقى كيسوق بنفس الطريقة؟ أكيد لا، غادي يرد البال ويمكن كاع يوقف باش يعرف شنو واقع. حتى الجسم كيدير بحال هكا. الهرمونات ديال الغدة الدرقية هي اللي كتحدد الإيقاع العام ديال الجسم. إلا نقصوا بزاف أو إلا تزادوا بزاف، الدماغ كيفهم أن الظروف الداخلية ديال الذات تبدلات، وكيقدر يبدل الإشارات اللي كيوجهها للمبيض، وبالتالي كتأثر الإباضة وتقدر تتعطل الرحلة كاملة من الأول ديالها.
غير هو القصور ديال الغده الدرقيه عنده تاثير اخر. ملي كيهبط النشاط ديال الغده الدرقيه كيطلع الهرمون تي ار اش، وهذا الهرمون ما كيحفزش غير الافراز ديال الاف اس اش، وانما كيحفز حتى الافراز ديال البرولاكتين، بمعنى ان قصور الغده الدرقيه كيقدر يعطل الرحله بطريقه مباشره، وكيزيد عليها يعطلها بطريقه غير مباشره عن طريق الرفع ديال البرولاكتين. شفتوا سبحان الله، عضو بعيد على المبيض ولكن كيقدر ياثر عليه، وهذا كيورينا ان الجسم ماشي اعضاء خدامين كل واحد بوحده، وانما شبكه متكامله، وكل عضو كيهضر مع العضو الاخر باللغه ديال الهرمونات بطبيعه الحال. الغده الدرقيه ماشي عضو ثانوي في هذه القصه، هذه هي بحال شي ساعه كبيره كتنظم الايقاع ديال الجسم كامل، وإلا تخرق هذا الايقاع هذا الدماغ كيولي اكثر حذر، ويمكن كيأجل بداية الرحلة حتى ترجع الظروف المناسبة. شفتوا الرحلة ما وقفتش حيت المبيض ما خدمش، وقفات حيت الجسم كامل تبدل الإيقاع ديالو، وغرفة القيادة هي اللي قررت باش تتسنى. يلا نجيو دابا نخرجوا شوية من الهرمونات ونمشيو لعند الطاقة. بزاف ديال الناس كيشوفوا الدهون بحال شي مخزن ديال الطاقة، ولكن العلم اليوم كيقول لنا بأن النسيج الدهني راه عضو هرموني كامل، كيصنع حتى هو رسائل هرمونية وكيهضر حتى هو مع الدماغ بطبيعة الحال بالهرمونات. تخيل معايا مدير شركة كبيرة كل صباح كيتوصل بتقارير من جميع الفروع ديال الشركة ديالو، منين كيوصلوا التقارير كلهم متوازنة كيخدم بشكل عادي، كيعطي الضوء كاع الخضر للمشاريع جديدة. ولكن إلا بدات التقارير كتوصل فيها ملاحظات، فيها إنذارات، فيها اختلالات، أول حاجة كيديرها هذا المدير هذا هي أنه كيأجل المشاريع الكبيرة حتى ترجع الأمور مستقرة. حتى الجسم كيدير نفس الشيء تقريبا. الحمل بالنسبة للجسم ماشي حدث بسيط، الحمل بالنسبة للجسم مشروع بيولوجي كبير ضخم، غادي يستمر 9 شهور وغادي يستهلك واحد الكمية كبيرة ديال الطاقة. وإلا الدماغ حس أن الاحتياطي ديال الطاقة ديالو ماشي متوازن، يمكن يقرر يأجل البداية حتى تتحسن الظروف. وهنا بغيت نصحح واحد الفكرة منتشرة بزاف ديال الناس كيعتقدوا أن المشكل كاين غير عند الناس اللي عندهم السمنة. الحقيقة أن التطرف من الجويه بجوج كيقدر يأثر. السمنة المفرطة خصوصا إلا كانت معها مقاومة الأنسولين كتبدل الرسائل الهرمونية اللي كتوصل عند الدماغ، وكتقدر تساهم في اختلال ديال التواصل بين الدماغ وبين المبيض. وفي المقابل النحافة الشديدة ولا سوء التغذية ولا الممارسة ديال الرياضة بشكل مفرط كيعطيو رسالة مختلفة، غير هي النتيجة كتقدر تكون بحال. الدماغ كيفهم أن الاحتياطي ديال الطاقة ما كافيش باش يتحمل مشروع بحجم الحمل. اش كيدير؟ كيخفف دوك النبضات ديال الجي ان ار اش، ومن بعد كتنقص الاف اس اش، ويمكن الاباضات تتاخر ولا ما توقعش كاع نهائيا. لاحظوا معايا، ماشي السمنه هي اللي وقفت المبيض، وماشي النحافه هي اللي كتوقفه. مره اخرى القائد هو اللي اتخذ القرار. الرساله اللي وصلت للدماغ في الحالتين بجوج، السمنه ولا النحافه، كانت تقريبا نفسها. الظروف ما مواتياش باش نبداو رحله جديده. هذه هي الرساله اللي وصلت. راه ما كاينش تحليل اللي كيأكد ان المشكل هو الطاقه. الطبيب كيجمع الصوره كامله، الوزن، الفحص السريري، التاريخ الغذائي والطريقه الغذائيه والتحاليل المناسبه، وبعض المرات تحاليل السكر وتحاليل الانسولين وتحاليل اخرى على حساب
داكشي اللي بان ليه، لأن التشخيص هنا ما كيبانش على رقم واحد، وإنما على فهم شامل ديال الجسم. والجسم راه ما كيعاندش المرض، وما كيقررش يعطل الحمل بلا سبب. هو كيدير واحد التقييم مستمر للظروف الداخليه، وإلا حس ان الطاقه ناقصه ولا التوازن مختل كيختار يتسنى حتى كتولي الظروف احسن من اللي كانت. اذا شفتوا الرحله ما وقفاتش حين الجسم ضد الحمل، وقفات حين غرفه القياده فهمت ان الوقت مازال ما مناسبش باش يبدا واحد من اكبر المشاريع البيولوجيه داخل جسم الانسان. ولكن حتى كاع الا كانت الهرمونات متوازنه والطاقه كافيه والوزن مناسب، كاين واحد الانذار اخر اللي كيقدر حتى هو يوصل لغرفه القياده ويخليها تاجل الانطلاق. هذا الانذار هذا ما كيبانش في التحاليل، وكل واحد فينا عاشوا في شي مرحله من مراحل الحياه ديالو، هو التوتر. ولكن راه ماشي اي توتر، حيت كاينه واحد الاشاعه ولا معلومه منتشره بشكل كبير وكتقدر حتى تجرح بزاف ديال العيالات. حيت بزاف ديال الناس تيقولوا راك ما حملتيش حيت انتيا متوتر. هاد الجمله وبهذا الشكل هذا ماشي دقيقه علميا، حيت التوتر اليومي اللي كيعيشو اي انسان ما يقدرش يفسر تاخر الحمل. كلنا كنعيشوا الضغوطات في الخدمه، في الدار، في الامتحانات، في الحياه اليوميه، ومع ذلك بزاف ديال العيالات كيحملوا بشكل طبيعي. ولكن ردوا البال، الا ولا التوتر شديد ومزمن مستمر مده طويله وبدات الاجهزه ديال الجسم كلها كتعامل معاه على انه حاله طوارئ، هنا القصه كتبدل. نتخيلوا بحال واحد المدينه كبيره وقع فيها واحد الانذار كبير، جاو السيارات ديال الاسعاف والشرطه ورجال المطافي كلشي خدام. واش في هذه اللحظه هذه غادي يقرر المسؤول على ديك المدينه يبدا شي مشروع ديال البني ديال شي حي جديد؟ اكيد لا. غادي يركز اولا على تدبير الازمه، والجسم حتى هو راه كيقدر يدير نفس الشيء. ملي كيكون التوتر مزمن كيرتفع الهرمون ديال الكورتيزول، وهذا الارتفاع هذا كيقدر ياثر على المراكز اللي كتنظم افراز الجي ان ار اش، ومن هنا كتولي الاشارات اللي كتوصل عند المبيض مختلفه، ويمكن الاباضه تتاخر ولا تخرق. لاحظوا معايا مره اخرى، المشكل ما بداش في المبيض، بدا في غرفه القياده. غير هنا خاصنا نكونوا واضحين، راه ما كاينش شي تحليل ديال الدم اللي يقدر يقول لنا بان سبب تاخر ديال الحمل هو التوتر. التشخيص كيكون سريري مبني على القصه كامله وعلى استبعاد الاسباب الاخرى، وعلى تقييم الحاله النفسيه والجسديه ديال السيده. هادشي علاش الطبيب المسؤول ما كيقولش لاي امراه راكي غير خصك ترتاحي وغادا تحملي، لان هاد الجمله هادي ماشي غير دقيقه، راه بعض المرات كتكون ظالمه. التوتر المزمن يقدر يكون واحد من العوامل اللي كتساهم في تعطيل الرحله، ولكن ماشي هو التفسير السحري لكل تاخر ديال الحمل. وماشي كل مرة متاخره في الحمل خاصها تسمع راك غير متوتره. الطب الحقيقي ما كيبحثش على جواب سهل، كيبحث على الجواب الصحيح. شفتوها تاني مره اخرى، الرحله ما وقفاتش حين المراه ضعيفه نفسيا، وقفات حين الجسم في بعض الحالات كيعتبر ان حاله الطوارئ خاصها تتحل قبل ما تبدا الرحله الجديده ديال الحمل. ودابا رحنا سالينا تحقيق في غرفه القياده، شفنا جميع الرسائل اللي تقدر تخلي الدماغ يأجل الانطلاق. شفنا البرولاكتين، شفنا الغده الدرقيه، شفنا التوازن الطاقي، شفنا السمنه والنحافه، وشفنا التوتر. نفترضوا دابا ان جميع هذه الرسائل كانت مطمئنه والدماغ عطى الضوء الخضر. السؤال اللي كيجي من بعد هذا الشيء هو واش المبيض غادي كل مره يستجيب للميساج ديال الدماغ؟ حيت من هنا كيبدا اول امتحان حقيقي داخل المبيض
براسو. واشنو كيخلي بويضه تخرج وواحده اخرى ما تخرجش؟ وحتى الا خرجات كاع واش اي بويضه تقدر تعطينا حياه جديده؟ هذا هو الفصل اللي غادي ندخلوا ليه دابا سالينا التحقيق في غرفه القياده، ولقينا ان جميع الرسائل كانت مطمئنه. الدماغ قرر يعطي الضوء الخضر. ايوا كيفاش كيدير؟ الوغ كيبدا كيرسل واحد النبضات ديال جي ان ار اش، كيصيفطهم للغده النخاميه، حتى هي راه كاينه في الدماغ. وهاد الغده النخاميه كتجاوبو بالافراز ديال تي ار اش، وهو هاد الهرمونات ديال تي ار اش هما اللي كيوصلوا للمبيض وكيقولوا ليه دابا بدا الخدمه. قول له واحد الجريب يكبر ويوجد البويضه باش تخرج. ما غاديش نرجعوا ونشرحوا هاد المرحله هذه بالتفصيل حيت درناها في الفيديو اللي فات. اليوم السؤال ماشي هو كيفاش كتبدا الرحله، اليوم السؤال هو واش المبيض كيستجيب دائما لهاد الاوامر ديال الدماغ؟ الجواب هو لا. وهنا خاصنا نصححوا واحد الفكره منتشره بزاف ديال الناس كيتصوروا ان المبيض بحال شي بوطونه ديال الضوء، كتبرك عليها كتوصل الاشاره وكتخرج البويضه، ولكن الجسم ماشي آلة. المبيض هو عضو حي، وكل دورة شهرية هي قصة جديدة، ويمكن تنجح ويمكن ما تنجحش. وقبل ما نكملو خاصنا نفرقوا بين جوج ديال الحوايج. هاد جوج الحوايج كيخلطوا بهم الناس بزاف: الإباضة وجودة البويضة. هادو ماشي نفس الحاجة. الإباضة كتجاوب على سؤال واحد، واش خرجت البويضة، اما الجودة فهي كتجاوب على سؤال آخر، واش هاد البويضة اللي خرجت قادرة تعطي حياة. دابا غنبقاو مع السؤال الأول. إذا ما خرجتش البويضة أصلا الرحلة كتوقف هنا. لا قناة فالوب عندها دور، ولا الحيوان المنوي عنده دور، ولا الرحم عنده دور، حيت ببساطة ما كاينش المسافر اللي خصو يكمل الطريق. وهنا كنسمع بزاف واحد الجملة: دكتور الدورة ديالي منتظمة، يعني الإباضة أكيد كتوقع. الجواب هو ماشي بالضرورة تكون وقعت. صحيح أن انتظام الدورة الشهرية كيرفع الاحتمال ديال وجود الإباضة، ولكن ما كيتعتبرش بوحدو دليل قاطع على الإباضة. يمكن الدورة تجي في موعدها، ومع ذلك تكون هاد الدورة هذه بالضبط بلا إباضة. وباش نقربكم من الصورة أكثر، تخيلوا معايا واحد الشركة كتنظم كل شهر اجتماع ديال مجلس الإدارة. مجرد انعقاد الاجتماع ما كيعنيش ان القرار الكبير تصادق عليه. يمكن الاجتماع دار والنقاش دار، ولكن القرار ما خرجش. الدورة الشهرية حتى هي بحال موعد الاجتماع، ولكن الإباضة هي القرار النهائي اللي خصو يخرج من هذا الاجتماع هذا. وهذا القرار هذا ما كيصدرش كل مرة، يقدر شي مرة يتعطل ما يتفقوش عليه. دابا خلوني نسولكم سؤال. نفترضوا ان الطبيب اكد لنا ان الاباضه وقعت وان البويضه خرجت فعلا، واش غادي نرتاحوا دابا ونقولوا ان الحمل بقى غير مساله وقت؟ الجواب هو لا، حيت هنا كيبدا امتحان اخر يمكن يكون اصعب من الاول. حيت السؤال الحقيقي ما بقاش واش خرجت البويضه، السؤال الحقيقي ولا شكون هي البويضه اللي خرجت. واش خرجت غير باش تخرج، ولا خرجت وهي فعلا قادره تعطي جنين سليم؟ وهنا غادي ندخلوا لواحد من اكثر المواضيع اللي كيتفهموا بالغلط. الاباضه كتفتح اول باب داخل المبيض، ولكن ما كتضمنش ان الرحله غادا تكمل. الخروج ديال البويضه نجاح مهم، ولكن ماشي هو النجاح النهائي. شفتوا؟ تقدر الرحله هنا توقف ماشي حيت المبيض فشل، تقدر توقف حيت هاد المحطة هادي بالضبط ما كملاتش المهمة ديالها. نفترضوا دابا أن كلشي مشى مزيان، الدماغ عطى الضوء الخضر، الغدة النخامية رسلت الإشارات، المبيض استجاب، الإباضة وقعت. أي واحد فينا غادي يقول إيوا دابا المشكل سالا، ولكن الحقيقة العلمية مختلفة.
الإباضة ماشي هي نهاية الامتحان، الإباضة هي غير البداية ديال الامتحان. وهذا الشيء هو اللي كيخلي بزاف ديال الأزواج يحتاروا، حيت الطبيب كيقول لهم الإباضة وقعات ومع ذلك الحمل ما كيوقعش. وهنا كاين سؤال كيتعاود عليا بزاف: دكتور، الطبيب قال لي الإباضة عندي مزيانة، إذا علاش ما حملتش؟ الجواب ديالي كيكون دائما بنفس الفكرة: راه الإباضة كتقول لنا أن البويضة خرجات، ولكن ما كتقولش لنا شكون هي البويضة، ولا واش فعلا قادرة تبدا الحياة جديدة ولا لا. تخيلوا معايا دابا واحد طيارة قلعات من المطار، واش غير حيت قلعات نقدروا نضمنوا أنها غادي توصل للواجهة ديالها؟ طبعا لا، يمكن يكون فيها شي عطب ما بانش قبل الإقلاع، يمكن تواجهها شي عاصفة، يمكن تضطر ترجع، يمكن توقف في الطريق. الإقلاع كيأكد غير حاجة وحدة: الرحلة بدات. أما واش غادا تكمل حتى النهاية فهاد الشيء مازال ما معروفش. البويضة حتى هي نفس الفكرة. الإباضة كتأكد أن البويضة خرجات من المبيض، ولكن ما كتأكدش أنها قدرت تكمل جميع المراحل اللي غادي يطلبها منها الجسم. بمعنى آخر، الإباضة كتجاوب على سؤال واش خرجات البويضة، أما الجودة فهي اللي كتجاوب على سؤال آخر: واش هاد البويضة عندها جميع المقومات باش تعطينا جنين سليم. داكور؟ وهنا خاصنا نكونوا واضحين باش نفهموا الجودة. خاصنا ما نبقاوش كنشوفوا البويضة من برا، خاصنا ندخلوا الوسط منها، حيت من برا البويضات كاملين تقريبا كيبانوا بحال، ولكن اللي كيصنع الفرق الحقيقي هو شنو مخبي وسط منها. تخيلوا معايا جوج ديال الديور كيتشابهوا من برا، الواجهه ديالهم بحال نفس الباب نفس الحجم، ولكن ملي كتدخل كتلقى وحده مجهزه بالكامل، الكهرباء، الماء موجود، كلشي واجد للسكن، والثانيه خاويه ما فيها لا تجهيزات ولا بنيه تحتيه. من برا راهم كيبانوا بحال، ولكن من الداخل الفرق كبير. البويضات حتى هي تقريبا هكا، الجودة هي اللي كاين داخل البويضة. أول عنصر يقدر يحبس لنا الرحلة هو الطاقة. البويضة راها ماشي غير هي أكبر خلية في الجسم ديال الإنسان، راها فعلا أكبر خلية، ولكن هي اللي خصها تتكلف بالأيام الأولى كاملة من حياة الجنين. قبل ما تتكون الماشينة وقبل ما الجنين يبدا يصنع الطاقة ديالو، راه كيعتمد كليا على الطاقة اللي وجدتها ليه البويضة. وهاد الطاقة هادي كتنتجها واحد اللعيبات مثال الميتوكوندريات، اللي يمكن نشبهوها بواحد المحطة ديال الكهرباء، داك البوست ديال الكهرباء صغير داخل البويضة. تخيل معايا ورش كبير فيه بزاف المهندسين، العمال، الحديد، السيمة، ولكن الكهرباء ما كايناش. واش الورش غادي يخدم؟ اكيد لا. الجنين حتى هو كل انقسام كيحتاج للطاقه، وكل خليه جديده كتحتاج للطاقه، واذا كانت هذه الطاقه هذه ما كافياش يمكن الحياه ما تبداش ولا ما تكملش. العنصر الثاني هو الماده الوراثيه. الطاقه بوحدها ما كتكفيش، يمكن يكون عندك اكبر مصدر ديال الطاقه، ولكن اذا كان التصميم اللي غادي تبني عليه المشروع فيه اخطاء، المشروع كامل يقدر يفشل. وفي البويضة كاينين كروموزومات، وهي التعليمات اللي غادي يتبنى عليها الانسان كامل: القلب، المخ، العينين، اللون، الكلوي، الشعر. اذا كان العدد والترتيب صحاح كتكون البدايه مزيانه، واذا وقع خلل كبير فغالبا الجنين ما كيقدرش يكمل النمو ديالو. هادشي علاش عدد كبير ديال الاجهاضات المبكره بزاف ما كيكونش السبب ديالهم هو الرحم، ولا لان المراه دارت شي حاجه غلطه، ولكن حيت الخلل كان موجود من اول لحظه في تكوين الجنين. سولتني واحد المتتبعه العمر ديالها 38 عام: دكتور، كل شهر كيأكد لي الطبيب ان الاباضه وقعت ولكن الحمل باقي ما وقعش. انا
فرحت حيت الإباضة وقعات، ولكن هاد الأخبار جاوبنا غير على أول سؤال. السؤال الثاني والأهم هو واش البويضة اللي خرجت عندها جميع المقومات باش تعطي جنين سليم. في هذه اللحظة هذه كتبدا السيدة كتفهم أن خروج البويضة ماشي هو نهاية القصة، وإنما هو البداية ديال مرحلة جديدة كلها تحديات. الطبيب ما كيقدرش يشوف جودة البويضة بالإيكوغرافي، وما كيقدرش يحكم عليها غير من خلال الدورة الشهرية. ما كاين حتى تحليل ديال الدم كيقدر يقيس جودة البويضة مباشرة. كاين تحاليل كتساعدنا نقيمو المخزون ديال البويضات بحال لايماج، وكاين ليكوغرافي اللي كيعطينا فكرة على عدد الجريبات، ولكن المخزون ماشي هو الجودة. يمكن تكون عند مرا بويضات كثيرة ولكن الجودة ضعيفة، ويمكن تكون عند مرا واحدة أخرى المخزون قليل ولكن مازال عندها بويضات عندهم جودة ممتازة. وهنا بالضبط كيوقع الخلط عند بزاف ديال الناس. الإباضة كتفتح الباب الأول، والجودة هي اللي كتحدد واش الرحلة غادا تكمل ولا لا. الخروج ديال البويضة خبر مفرح، ولكن الطبيب ما كيوقفش عند هذا الخبر. إذا إلا وقفات الرحلة هنا راه ما وقفاتش حيت البويضة ما خرجاتش، وقفات حيت البويضة اللي خرجات ما كانتش عندها جميع المقومات باش تكمل الطريق. ودابا نفترضوا أن الدماغ عطى الضوء الخضر، المبيض خرج البويضة عندها جودة مزيانة، حتى لهنا كلشي كيبان غادي في الاتجاه الصحيح. ولكن خليني نسولكم عاوتاني سؤال: واش جودة بويضة سليمة كافي باش يوقع الحمل؟ الجواب هو لا، حيت البويضة ملي كتخرج من المبيض ما كتنقصش مباشرة للرحم، وإنما خاصها تدوز من طريق واحد وما عندهاش طريق ثاني. هذا الطريق هو قناة فالوب القرون، وإلا كانت هذه الطريق هذه معطلة الرحلة كلها كتوقف. مهما كانت البويضة مزيانة ومهما كان الحيوان المنوي سليم. بغيتكم تخيلوا معايا دابا واحد المشهد عاوتاني: عندنا جوج ديال المسافرين، كل واحد جاي خارج من مدينة مختلفة وعندهم موعد في محطة معينة. إلا كان هذاك الطريق اللي غادي يجمعهم بجوج مقطوع، واش عمرهم غيتلاقاو؟ لا، ماشي حيت تأخروا ولا واحد منهم ضيع الطريق، ولكن لأن الطريق نفسه ما كيدوش، ما أداش المهمة ديالو. هذا الشيء بالضبط اللي كيوقع داخل الجسم ديال المرأة. أكبر معيق معروف هو الانسداد ديال قناة فالوب. ولكن هنا خصنا نصححوا واحد الفكرة: القناة ما كتسدش بوحدها، ما كتفيقش الصباح وكتلقاها مسدودة. في الغالب الانسداد كيكون نتيجة لشي حاجة وقعت من قبل، يمكن يكون بسبب شي التهاب قديم في الحوض، ولا شي عملية جراحية، ولا بطانة الرحم المهاجرة، ولا شي حمل سابق خارج الرحم، ولا كاينة أسباب أخرى كيحددها الطبيب حسب كل حالة. يعني الانسداد ماشي هو المرض، وإنما هو آثار اللي خلاه واحد المرض من قبل. وهنا كنرجعوا للسؤال اللي بدينا به السلسلة كاملة: فين توقفات الرحلة؟ الجواب هنا بسيط: البويضة خرجات، الحيوان المنوي موجود، ولكن اللقاء بيناتهم مستحيل. ماشي حيت ما بغاوش يتلاقاو، ولكن لأن الطريق اللي خصو يجمعهم ما بقاش كيدير الخدمة ديالو. كاينه واحد المعلومة اللي تفاجأ بزاف ديال الناس: يمكن يقول لك الطبيب القناة راه مسرحة مزيانة، ومع ذلك كتبقى خدمتها ماشي طبيعية. قناة فالوب ماشي غير أنبوب خاوي بحال التيو،
من الداخل كاين فيه ملايين الأحباب رقيقة بزاف اللي كيتحركوا باستمرار وكيعاونوا البويضة والجنين الصغير باش يمشيو في الطريق الصحيح حتى كيوصلوا للرحم. تخيل معايا، عرفتي بحالاش؟ بحال داك السلم الكهربائي اللي تيكون في المطار ولا في شي سوبر مارشي، الناس كيقدروا يوقفوا فوقو وهو اللي غادي يوصلهم بسهوله. دابا تصور معايا ان هذاك السلوم كاين ولكن الموتور ديالو خاسر، السلوم ما تسدش ولكن ما بقاش كيأدي المهمه ديالو اللي تخلق من اجلها. قناه فالوب حتى هي بحال هكا دايره، يمكن تكون مسرحه ولكن الحركه الطبيعيه ديالها تكون ضرات بسبب التهاب قديم ولا بسبب شي اسباب اخرى. النتيجه ممكن الاخصاب يتاخر، يمكن في بعض الحالات يزيد خطر الحمل خارج الرحم، حيث انتقال الجنين جهه الرحم ما بقاش كيوقع بالشكل الطبيعي. هنا الطبيب ما كيبداش بالفحص، كيبدا بالقصه، كيسول واش سبق ليك التهاب في الحوض، واش درتي شي عمليه على الباطن ولا على الحوض، واش سبق وقع شي حمل خارج الرحم، واش عندك شي بطانات الرحم مهاجره. حيت كل جواب من هاد الاجوبه هذيك يقدر يكون خيط كيوصل لسبب التاخير ديال الرحله. يمكن تكون البويضه ممتازه والحيوان المنوي ممتاز ومع ذلك الحمل ما كيوقعش. علاش؟ علاش اللقاء بيناتهم ما عمرو ما وقع. في الطب الجوده ديال المسافرين مهمه ولكن الصلاحيه ديال الطريق مهمه بنفس القدر. شفتوه، الرحله تقدر ما توقفش حيت البويضه فيها مشكل، وماشي حيت الحيوان المنوي ضعيف، ولكن توقف حيت الطريق اللي خصو يجمعهم هو اللي خاسر. ودابا عاوتاني نفترضوا ان كلشي مشى مزيان، الدماغ عطى الضوء الخضر، المبيض خرج بويضه عندها واحد الجوده ممتازه، القرن مسرح، البويضه وصلت للمكان ديالها اللي خاصها تكون فيه. السؤال اللي بقى هو واش وجود الحيوان المنوي بوحدو كافي باش يوقع الحمل؟ الجواب هو لا، حيت الحيوان المنوي ماشي خصو غير يوصل، خصو يوصل وهو قادر يؤدي المهمه اللي خلق من اعلى ودها. هنا خاصنا نصححوا عاوتاني واحد الفكره منتشره بزاف، ملي كيسمعوا الناس ان عند الراجل حيوانات منويه كيحسبوا ان المشكل مستبعد، ولكن الطب ما كيسولش واش كاينين الحيوانات المنويه، الطب كيسول واش هاد الحيوانات المنويه عندها القدره تكمل الرحله كامله. اول حاجه مهمه هي العدد، الا كان العدد قليل بزاف كتولي الفرصه ديال واحد الحيوان المنوي يوصل للبويضه قليله. غير هو خاصنا نكونوا دقيقين، قلة العدد ماشي هي العقم، وانما هي نقص في احتمال النجاح. يمكن يكون العدد قليل ومع ذلك كيوقع الحمل، ويمكن يكون العدد عادي والمشكل يكون في حاجه اخرى. هذا الشيء علاش ما كنحكموش غير برقم واحد العدد. زعما واحد الزوج شاب سولني قال لي دكتور راه قالوا لي العدد عندي ناقص، يعني مستحيل نولي اب. انا بعدا جاوبته لا، العدد ناقص ماشي حكم نهائي، العدد ناقص هو غير كينقص الفرصه ولكن ما كيحكمش على النتيجه بوحدو. خصنا نشوفوا الحركه، الشكل وباقي المعطيات الاخرى قبل ما نوصلوا لاي استنتاج. نفترضوا ان العدد مزيان، واش المهمه سالات؟ الجواب هو لا، حيت الطريق طويله والحيوان المنوي خصو يقطع مسافه كبيره باش يوصل لعند البويضه. اذا كانت الحركه عنده ضعيفه، عدد كبير من الحيوانات المنويه ما غاداش تقدر تكمل الرحله ديالها، ياك؟
الحركة بالنسبة للحيوان المنوي هي اللي كتسمح ليه يتغلب على جميع العقبات حتى يوصل لعند البويضة. دابا نفترضوا أن العدد مزيان والحركة حتى هي مزيانة، واش هنا نقدروا نرتاحوا؟ الجواب عاوتاني هو لا، حيت حتى الشكل عنده أهمية. الراس ديال الحيوان المنوي خاصو يكون مهيئ باش يخترق البويضة، والقطعة الوسطى خاصها توفر الطاقة، والذيل خاصو يوفر الحركة. إلا كان الخلل كبير في هذه البنية هذه يمكن الحيوان المنوي يوصل قريب من البويضة، ولكن ما يقدرش يكمل المهمة ديالو بالشكل المطلوب. يمكن الحيوان المنوي يبان مزيان من ناحية ديال العدد، ومزيان من ناحية الحركة، ومزيان من ناحية الشكل، ولكن الداخل ديالو راه كاينه المادة الوراثية تقدر تكون تعرضت لشي ضرر، وفي بعض الحالات هذا الخلل هذا يقدر يخلي الإخصاب يوقع، ولكن الجنين ما يقدرش يكمل الانقسامات الأولى ديالو. وهنا خصنا نكونوا واضحين، الفحص ديال تفتت الحمض النووي ديفروغمونطاسيون ديال الدي ان اي ماشي فحص كيدار لكل الرجال، وماشي هو اول تحليل كيطلبو الطبيب، وانما كيلجأ ليه في حالات معينه ملي القصه السريريه كتخلي عنده مبرر باش يقلب على شي حاجه كثيره. الطبيب ما كيقراش تحليل السائل المنوي بوحدو، كيهتم حتى بالسن ديال الزوج والتاريخ ديال المرضي ديالو ووجود امراض ولا عمليات سابقه ونمط الحياه، واحيانا حتى بنتائج تحاليل الزوجه، لانه عارف ان الحمل مشروع ديال جوج ديال الناس، وما يمكنش يفهم نص القصه ويهمل النص الاخر. واش كنتاكدوا؟ اول محطه كتكون هي تحليل السائل المنوي، حيت كيعطينا فكره على العدد، الحركه، الشكل، واذا كانت الحاجه يمكن نطلبوا فحوصات اخرى حسب كل حاله. المهم كطبيب، الطبيب ما كيعالجش ورقه التحاليل، وانما كيعالج الزوجين بعد ما كيفهم القصه كامله. بزاف ديال الناس كيركزوا على المراه وكيبقاو شهور وبعض المرات سنوات، والمراه بوحدها هي اللي كتدير الفحوصات، ولكن الحقيقه العلميه واضحه، نجاح الحمل مسؤوليه ديال الزوجين بجوج، وتشخيص تاخر الحمل خصو يبدا بالزوجين بجوج. اذا الرحله ما وقفاتش حيت المراه بوحدها فيها مشكل، يمكن تكون المحطه اللي تعطلات هي الحيوان المنوي، ويمكن حتى تكون مساهمه من طرفين بجوج. دابا وصلنا لواحدة من اكثر المحطات اللي كيتخلطوا فيها المفاهيم. بزاف ديال الناس ملي كيسمعوا ان الحيوان المنوي لقى البويضه كيقولوا مباشره الحمد لله وقع الحمل، ولكن الحقيقه العلميه شويه مختلفه. الاخصاب هو بدايه الحياه، ولكن ماشي بدايه الحمل. الحمل حسب التعريف الطبي كيبدا منين الجنين كينجح في الانغراس داخل بطانه الرحم، اما قبل هذا المرحله هذه فمازال الرحله ما سالتش، ومازال كاينين محطات كثيره تقدر توقف فيهم الرحله. تخيلوا معايا واحد الشخص اشترى التذكره ديال الطياره وداز من جميع الاجراءات ديال المطار وركب في الطياره وحتى كاع قلعات، واش نقدروا نقولوا بانه وصل للوجهه ديالو؟ اكيد لا، مازال خصو يقطع الرحله كامله، خصو يهبط ويوصل بسلام. الاخصاب حتى هو بحال الاقلاع، حدث مهم بزاف، ولكن ماشي هو نهايه القصه. ملي كينجح حيوان منوي واحد في اختراق البويضه كتندمج الماده الوراثيه ديالو مع الماده الوراثيه ديال البويضه، وكيشكلوا اول خليه جديده سميتها الزيكوت اولا سميتها اللقيحه، ومن هذه اللحظه هذه كيبدا عدد جديد. ما بقيناش كنهضروا على بويضه وحيوان منوي، ولينا كنهضروا على اول خليه ديال الجنين. ولكن واش هنا سالات المهمه؟ لا،
هنا بالضبط كتبدا مرحلة صعيبة. هاد الخلية الجديدة خاصها تبدا تقسم، خلية وحدة كتولي جوج، والجوج كيوليو ربعة، والربعة كيوليو 8، كيوليو 16، وهكذا كذلك كتبقى تقسم وهي غادا في طريقها في قناة فالوب جهة الرحم. كل انقسام خصو يكون مضبوط، وكل خلية خصها تاخد المعلومة الوراثية والطاقة اللي كتحتاجها باش تكمل النمو ديالها. وإلا توقفات هاد الانقسامات هادي فشي مرحلة، الرحلة كتسالي هنا. يمكن المرأة ما تحس بوالو، ويمكن حتى ما تعرفش أن الإخصاب وقع عندها أصلا. بعض المرات تيسولو شي مرة كتمشي عند الطبيب تسولو: دكتور أنا كنحاول نحمل منذ شهور وكل شهر الدورة كتجيني في الوقت ديالها. ومن خلال كلامها ما يمكنش الطبيب يعرف واش عمر الإخصاب وقع عندها ولا لا، حيت ممكن يكون وقع أكثر من مرة، ولكن الجنين ما قدرش يكمل الانقسامات الأولى ديالو، وكتجي الدورة الشهرية وكأن شيئا لم يكن. هاد النقطة هادي مهمة بزاف. علاش؟ حيت كتفهم الناس أن عدم ظهور الحمل ما كيعنيش دائما أن البويضة ما تلقحاتش. وشنو اللي كيقدر يوقف هاد الانقسامات هادي؟ الأسباب راه متعددة، ولكن الأكثرية هو وجود اضطرابات صبغية داخل الجنين، أولا المعلومات الوراثية فيها أخطاء كبيرة. الجسم غالبا كيوقف الاستمرار ديال هذا الجنين هذا في المراحل الأولى لأنه غير قابل للحياة. وهنا خصنا نصححوا عاوتاني واحد الفكرة مؤلمة ومنتشرة بزاف ديال العيالات ملي كيوقع عليهم إجهاض مبكر كيبقاو يجلدوا في راسهم، كيقولوا يمكن حركت شي حاجة ثقيلة، يمكن طلعت الدروج، يمكن شربت شي حاجة. بينما الواقع العلمي كيقول أن نسبة مهمة ديال الإجهاضات المبكرة بزاف السبب ديالها كيكون خلل صبغي وقع من أول لحظة ديال تكوين الجنين، وما عنده حتى شي علاقة بشي خطأ دارته المرأة. خاصها تهني راسها. وتذكروا معايا ملي هضرنا على جودة البويضة قلنا أن الداخل ديالها آلاف الميتوكوندريات وهي محطة إنتاج الطاقة. دابا بان علاش، حيت الجنين في هاد الأيام الأولى ما عندوش حتى شي محطة ديالو الخاصة، كيعيش على الطاقة اللي وجدتها ليه البويضة. إلا كانت هاد الطاقة هادي ما كافياش، يمكن الانقسامات تبدا بشكل عادي، ولكن توقف قبل ما يوصل الجنين للرحم. تخيلوا معايا واحد البناية كبيرة، المهندسين موجودين، الخرائط ولا البلانات موجودين، المواد الأولية كلها موجودة، السيما، الكاياس، الحديد، الياجور، كل شيء موجود، ولكن الضوء كيتقطع كل 10 ديال الدقائق. واش الأشغال غادا تكمل؟ أكيد لا. الجنين حتى هو كل انقسام كيحتاج لطاقة، وإلا نقصت الطاقة كيتوقف البني. وطبيا كيفاش كنعرفوا هاد المرحلة هادي؟ في الطبيعة الطبيب غالبا ما كيقدرش يعرف بالتفصيل شنو وقع، حيت هاد المرحلة هادي كدوز وسط الجسم، وفي الغالب قبل حتى المرأة كاع كتعرف واش راها حاملة ولا لا. ولكن في برنامج الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب الطبيب كيقدر يشوف الأجنة داخل المختبر وكيتابع الانقسامات ديالهم نهار من مورا نهار، وكيعرف واش الجنين كينمو بشكل طبيعي ولا تيتوقف في شي مرحلة معينة. هذا الشيء علاش بزاف من المعلومات اللي عندنا اليوم على هاد المرحلة هادي جاية كلها من التقدم الكبير ديال الطب. لا، الإخصاب حدث مهم ولكن ماشي هو النهاية. يمكن البويضة تتلقاح ويمكن الحياة تبدا، ومع ذلك ما يوصلش الجنين للمرحلة اللي كيولي فيها حمل حقيقي. وهنا غادي نقولوا الرحلة ما وقفتش حيت الإخصاب ما وقعش، وقفات حيت الجنين ما قدرش يكمل المرحلة اللي كتبع الإخصاب. إوا دابا راه حنا وصلنا لآخر محطة في هاد الرحلة هادي.
الجنين نجح في الإخصاب وكمل الانقسامات ديالو وكمل الرحلة ديالو كاملة داخل قناة فالوب، وهو وصل أخيرا للرحم. هنا يمكن أي واحد يقول الحمد لله دابا أكيد وقع الحمل، ولكن الحقيقة هي أن أصعب باب راه مازال ما تحلش، حيت الوصول للرحم ماشي هو الانغراس، وهذا الفرق للأسف هو اللي كيوقع فيه الخلط عند بزاف ديال الناس. نعطيو مثال عاوتاني، تخيل معايا أنك وصلتي للفندق بعد رحلة طويلة وعندك الريزيرفاسيون، وصلتي للباب ولكن ملي وصلتي قالوا لك الغرفة مازال ما وجداتش. واش مجرد الوصول كيعني أنك غادي تبات تما؟ لا، خاص المكان يكون واجد باش يستقبلك. الرحم حتى هو كيخدم بنفس المنطق، الجنين يقدر يوصل ولكن خاص البطانة ديال الرحم تكون في التوقيت المناسب وبالمواصفات المناسبة باش تسمح ليه يبدا حياة جديدة. شنو هو المعيق الأول ديال الانغراس؟ هو إلا كانت بطانة الرحم ما واجداش. بطانة الرحم ماشي غير طبقة كتغطي الداخل ديال الرحم، راه واحد النسيج حي كيتبدل كل يوم تحت التأثير ديال الهرمونات. من بعد الإباضة كيبدا هرمون البروجستيرون كيحول هاد البطانة هادي لبيئة غنية بالأوعية بالعروق الدموية وبالمواد الغذائية باش تولي مستعدة تستقبل هذاك الجنين. ولكن هذا الاستعداد هذا ما كيبقاش مفتوح طول الشهر، كاينه واحد النافذة ديال الانغراس. إلا وصل الجنين في هذه النافذة هذه يكون عنده أكبر فرصة باش يتغرس. أما إلا وصل قبل بزاف ولا من بعد بزاف يقدر ما يلقاش الظروف مناسبة رغم أنه جنين سليم. إوا قولوا سبحان الله، حتى الانغراس عنده توقيت دقيق بزاف. كاين بعض المرات عيالات كيديروا أطفال الأنابيب والجنين اللي يرجعوه للمختبر من أجود الأجنة ولكن ما وقعش الحمل. هنا الطبيب كيعرف أن جودة الجنين مهمة ولكن ماشي هي الشرط الوحيد، خاص حتى بطانة الرحم تكون مهيئة باش تستقبل هذا الجنين هذا، حيت الحمل هو لقاء بين جنين سليم ورحم مستعد باش يستقبله. إذا يمكن يكون الدماغ خدم مزيان والمبيض خدم مزيان والبويضة كانت عندها جودة مزيانة والحيوان المنوي أدى المهمة ديالو والجنين وصل للرحم ومع ذلك ما وقعش الحمل حيت الرحم ما كانش مستعد باش يستقبله. شفتوا الرحلة ما وقفاتش حيت الجنين ضعيف، وقفات حيت المحطة الأخيرة ما كانتش مهيئة باش تستقبله اللي هي الرحم. ودابا رجعوا معايا لأول دقيقة من هذه الحلقة هذه، سولتكم واحد السؤال واحد، فين كتوقف الرحلة؟ دابا كنظن أن الجواب ولا واضح لكم ياك. يمكن توقف في الدماغ قبل حتى ما تبدا الإباضة، يمكن توقف في المبيض قبل ما تخرج البويضة، ولا حتى كاع تخرج البويضة ولكن الجودة ديالها ما كانتش كافية. يمكن توقف في قناة فالوب حيت الطريق ما بقاتش صالحة باش تجمع البويضة بالحيوان المنوي. يمكن توقف في الحيوان المنوي حيت وصل وهو ما قدرش يؤدي المهمة ديالو. يمكن توقف مباشرة من بعد الإخصاب حيت الجنين ما قدرش يكمل الانقسامات ديالو الأولى. يمكن توقف في آخر باب اللي هو الباب ديال الانغراس. وهنا كنرجعوا للفكرة اللي بنينا عليها السلسلة كاملة. تأخر الحمل ماشي تشخيص، تأخر الحمل هو نتيجة، أما التشخيص الحقيقي هو فين تعطلات الرحلة. لهذا ملي كيجي شي زوجين عند الطبيب وكيقولوا ليه دكتور راه ما بقاش عندنا حمل، الطبيب ما خصوش يجاوبهم مباشرة بوصفة ولا بمكمل غذائي ولا بتنشيط المبيض
ولا بشي علاج آخر كما كان. أول حاجة خصو يديرها هي أنه يلقى الحلقة اللي خرجات من السلسلة، حيت العلاج الحقيقي ما كيصلحش لجميع المحطات، كيصلح غير لديك المحطة اللي خاسرة، اللي تعطلات، اللي وقع فيها المشكل. هاد الشي علاش إلا بغيتو تخرجوا من هاد الفيديو هذا بفكرة واحدة، خليوها يمكن تكون هي الحمل ماشي حدث واحد. الحمل رحلة، وكل رحلة فيها محطات، وكل محطة عندها المعيقات ديالها الخاصة. والطب الحقيقي ما كيعالجش جميع الناس بنفس الطريقة، ولكن كيبحث أولا فين وقفات الرحلة، ومن بعد كيعاونها باش تكمل الطريق. وإن شاء الله في الحلقة الجاية غادي نبدلو الزاوية ديال النظر ديالنا، ما غاديش نبقاو نهضروا على المعيقات، ولكن غادي ندخلوا للرحلة ديال التشخيص نفسها. شكون خاصو يبدا بالتحاليل، وشنو أول تحليل، وشنو هي الفحوصات اللي عندها قيمة، وشنو الأخطاء اللي كتضيع الوقت والمال وكتزيد من القلق بلا فائدة. حيت التشخيص حتى هو عنده الرحلة ديالو.